يبقى محسنين، يعني عملوا الخير قبل أن يكلفوا به، فكأن عمل الخير فطر في النفس. أو محسنين تاخدها على عمومها، فيه مؤمن وفيه محسن. المؤمن هو الذي يؤدي التكاليف المفروضة عليه، المحسن يزيد من التكاليف دي فوق ما فرض الله. يعني فرض الله عليك الصلاة 5 مرات، تقوم تقول له والله الله فرض علي أقل ما يستحق، أنا أخليها 10. يبقى أحسنت، أي دخلت في رتبة الإيه؟ الإحسان، أي كلفت نفسك أنت فوق ما كلفك الله، لكن من جنس ما كلفك الله. ما تعبدش ربنا إلا بما قال: صيام، صلاة، زكاة. فالزكاة بيقتصر بالإيه؟ 2.5 اللي بتتعمل على 1%، بيعتمد على نصف العشر في مش عارف إيه. لكن بقى اللي بيحسن ملوش حد في الإحسان، يبقى يقول لك لا 10%، 20%، 25%، يبقى اسمه ايه؟ كلف نفسه في عمل الخير فوق ما كلفه الله. يبقى المحسن له معنيين: يا قبل ان ينزل التكليف عمل الخير، يا بعد ما نزل التكليف ما لم يقتصر على التكليف وانما زاد من جنس التكليف فوق ما فرض الله. ولذلك في سورة هنا يقول: وفي اموالهم حق، ما قالش معلوم. لكن في سورة السائل: وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمعلوم، مقدر ما تنزلش عنه، انما دي زايده عنه. كانوا طيب انهم كانوا قبل ذلك محسنين. الاحسان ان تعمل الخير قبل ان تكلف به، وهذا دليل على ان فطره الانسان فطره خيره. طيب، او انه بعد ما كلف ما يرتبطش بمقدار التكليف، بل يزيد في الطاعة فوق ما كلف، لكن من جنسه ما كلفه الله. كانوا حتة ثانية بقى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فيه نوم وفيه سبات وفيه سنة. النوم له مراحل حتة، ولذلك هناك لا تأخذه ايه؟ سنة ولا نوم. السنة اللي هي تطر الواحد وهو قاعد كده يغفل شوية، يعفل شوية وبعدين ينتبه، يغفل شوية. انما النوم السبات نايم ايه على طول. فبيقول لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، فيبقى اذا قليلا من الليل ما يهجعون. ما معنى الهجوع؟ الهجوع هو ثبات الايه؟ ثبات الحركة في الخير، وعدم مع العمل الشر ان يبقى ثبات لها في الخير. ولذلك يقول لك: نوم الظالم ايه؟ عباده. نوم الظالم عباده. كانوا قليلا من ولذلك انت لما الولد يقعد يعربد ويهيصه وانت عايز تنام تقول له اهجع. يهجع يعني ايه؟ اثبت عن الحركات المزعجه المفسده. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. مش بس ما ينام، ما يسترخص حتى. يبقى ده بينفع عنهم الايه؟ الاقل في النوم. ما دام ينفع عنهم الاقل في النوم يبقى الكثير منفي ايه؟ عنه. طب قليلا من وهل كلفهم الله ذلك؟ لا يا اخويا، صلي العشاء واختمها وكل حاجه وروح نام، وساعه ما يجي الفجر يبقى صلي. ما كلفك الله ان تقوم الليل ولا انك انت تعملها بالاسحار هم يسرى، ما كلفك دي. انما بتعمل كده ليه؟ لان الله كلفك فوق ما يستحق، دون ما يستحق. فانت تقول له انت كلفتني دون ما يستحق فانا هزود من عندي، لان تكليف لي تحيه من خالق لمخلوق، وانا لازم ارد التحيه دي بايه؟ باحسن منها. يقول له انت كلفتني 5، لا انا هعملهم 10 وهصلي اليوم. انت كلفتني 2.5%، هخليهم 10 ولا 5% ولا الله. يبقى بتصومني شهر، لا انا هصوم من كل شهر قد كده ومش عارف ايه. يبقى اذا تحيه العبد لربه ان يدخل في مقام الاحسان. مقام الاحسان سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، مش غيب. شوف بقى لما يكون انت اجير عند واحد قاعد بيفتح لك كده، هل تتهاون في عملك؟ يبقى المنزله انك انت وانت بتعمل العمل قدر ان الله ايه؟